اهلا وسهلا، مرحبتين فيكم ويا مرحب بالناس كلها، ويا رب ما اكون ضيفة تقيلة عليكم عشان انا بحبش اكون ضيفة تقيلة على حد. واللي عاجبه موضوعي يعلق، واللي مش عاجبه ما يعلق، يعمل لايك. اشكركم جميعا، اللي بعلق حلو واللي بعلق مش حلو. المهم، طبعا بمناسبة السنة الجديدة 2023، ان شاء الله تكون سنة سعيدة على العالم كله بإذن الله، مش بس علينا احنا، على العالم كله، اللي بيعم السلام والهدوء والناس تحب بعض وكلنا نكون بخير وسلام. طبعا في ناس بتحتفل كتير بعيد ميلاد، بالسنة الميلادية الجديدة. على فكرة أنا عيد ميلادي اليوم يوم 25. محدش قال لي كل عام وانت بخير لأن احنا مش متعودين نحتفل بأعياد الميلاد. المهم، طبعا في ناس بتحتفل وبتجيب لبس وبتروح الكوافير ومش عارفه ايش. طبعا احلى حاجه زي ما بقولوا تاج المرأة شعرها. اقول لكم على حاجه حلوه تعملوها عشان ايش في الخمس ايام هدول لحد يوم 31/12 تكونوا ظبطتوا شعركم ويبقى شعرك ايش، تبقي برنسيسه. طبعا تساقط الشعر ونعومة الشعر، هقول لكم وصفه تحفه. هنجيب زيت قرنفل، طبعا متوفر ورخيص. زيت خردل، وتعتمدي عليها على طول. زيت قرنفل، زيت خردل، زيت سمسم، زيت زيتون. الحاجات هذه نجيبها ونخلطها مع بعض ونحطها ببخاخة. ولو عرفتي تجيبي مع كوباية، يعني كوباية شاي مثلا، تحطي فيها شوية مي وتدوبي فيها نص معلقة حنة، بكون حلوة. الحنة مفيدة أول حاجة للشعر. وتروحي بعد ما تسيبيها مثلا 6 ساعات تصفي المية مظبوط. وياريت تصفيها بشاش، ليش؟ لأنك بدك تحطيها ببخاخ. وتخلط ال4 زيوت هدول مع بعض وتحطي مية الحنة فيها. كل يوم بعد الحمام. اللي ما عندوش شعر إن شاء الله حينبت شعره، صدقوني. وصفة حلوة، الرجال حريم يجربوها. بس بعرفش الناس القرعة اللي عندهم صلع هيطلع لهم شعر ولا لا. بس نجرب ونشوف. لتساقط الشعر مفيدة، ونعومة الشعر تخلي شعرك حرير. تمام، جربوها عشان مش ليلة راس السنة، عشان صحتكم. وطبعا خلي بالكم تساقط الشعر، يعني احنا بنعمل نعومة الشعر مفيدة جدا، مش محتاجة حاجة. تساقط الشعر نقص فيتامينات احيانا بكون. نهتم بالخضرة، الحاجات الخضراء، الخس والجرجير والبقدونس والحاجات هاي، والفواكه. كل الخضروات والفواكه لازم ناكلها على طول. يعني طبق السلطة هذا بلاش ايش نقصر فيه. لازم نتعالج زي ما قلنا داخليا عشان نلاقيه خارجيا، مش من برا هلا هلا ومن جوا يعلم الله. لا، لازم نعالج من جوا عشان نلاقي النتيجة برا. تمام. وحطيها في بخاخ إلك، لبنتك، لجوزك، لابنك. وريحة الزيوت هذه بتبقى تحفة حلوة على فكرة. بعد الحمام بخيها. او الزيوت هذه لو عندك كريم شعر، اي نوع كريم تستعمليه وبترتاحي عليه، هاتي مثلا نص العلبة. حطي معلقة زيت زيتون، معلقة خردل، معلقة قرنفل، معلقة سمسم، زيت سمسم، وخلطيهم مع بعض. وكل يوم بعد الحمام. ويا ريت الشامبو، بلاش الشامبو كل يوم، يعني اعتمدي الشامبو مثلا مرة في الأسبوع عشان صحة بشعرك. وإن شاء الله تكون وصفة حلوة، بس هذه وصفة مجربة. وجربوها وادعوا لي. باي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسنة سعيدة عليكم.